السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين باحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى في الطاجن القمر ده؟ يلا نعمله مع بعض، ومكونات كده سهلة وسريعة ان شاء الله، وخطير وبالظبط يعني بالتحضير تلت ساعة، وتاكلي احلى طاجن جمبري خطير. هنا جبت معانا البولة، هنبتدي نعمل التتبيلة اللي احنا هنتبل بيها الجمبري. انا بحب اعمل التتبيله بزياده شويه، وممكن اشيلها عادي في الفريزر واطلعها لما احب اعمل سمك تاني. تمام. هنبتدي بقى نحط هنا، كانت معانا عصره ليمونتين، وحطيت معلقتين كبار خل، وحطيت معلقه ونص كبار توم. توم مفروم عادي. اوكي. بعد كده هحط حوالي معلقتين كبار هريسه، اللي هي هريسه الفلفل. انا اللي عندي دي هريسه فلفل الوان زي ما قلت لكم، فالهريسه الحمراء عندي خلصت، وان شاء الله اجيبها واعملها قريب. حطيت حوالي 3 معالق كبار كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اتبل ملح، وطبعا ما كتريش الملح لان الهريسه والثوم بيبقى فيهم شويه ملح عشان ما تبقاش حادقه قوي منك. ذره فلفل اسمر يعني نص معلقه كده صغيره، وهنحط كمون سمك، يعني كمون وكزبره متفقين. معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره. طبعا التوابل حسب الكميه بتاعه الثوم والهريسه او الفلفل او الحاجات اللي انت هتحطيها. لو الكميه معاكي قليل هتحطي نص معلقه من كل حاجه، معلقه صغيره من كل حاجه. هنا حطيت سنه قرفه، دي بتخلي ريحه السمك خطيره. حطيت توم باودر، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت بصل باودر. ودي كانت توابل المره دي، انا مزوده شويه توابل عشان الطاجن كده هيطلع طعمه خطير. انا اصلا في العاده بحط توابل السمك على طول، توم وهريسه وليمون وخل وملح وفلفل وكمون وكزبره. انا المره دي مزوده الثوم البودر والبصل البودر والقرفه والحاجات دي، عشان تدي كده نكهه وتدي طعم حلو كده في الطاجن كمان. واحنا بنعمله دلوقتي مع بعض، هنا طبعا بمكس كل المكونات مع بعض، واحنا بنعمله مع بعض هرش رشه بابريكا مدخنه كده على الوش، بتخلي ريحه الطاجن ده اللهم بارك خطيره. هنا دوت الجمبري، انا شلت الراس، ممكن حابه تسيبيها براحتك. انا شلت الراس وشلت الريش، او مش ريش، اسمه ايه الزعانف بتاعته يعني اللي هنا، والشنب والحاجات دي. وفتحت سلسله الظهر، شلت الحبل الرمل اللي بيبقى ورا. يعني فتحه صغيره زي ما انتم شايفينها كده. وكمان في البطن ساعات بيبقى فيه برضو اللي هو الحبل الرملي ده بيبقى تخين شويه، فساعات بشيله. هنا دوت كان الكميه اللي عندي نص كيلو جمبري. والسمكيه اللي في النص دي الست حطتها لي كده مع السمك، معرفش بقى هي غلطت في الميزان ولا هي حطها كده، الله اعلم. ده هنا بصلايه مع نص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء، فلفل الوان يعني، وفلفلتين رومي، وبشره جزره. وابتدي بقى اخد معلقتين كبار كده من التتبيله، حطيت كله على بعضه، وحطيت بقى معلقتين كبار من التتبيله، وهميكس كله. طبعا انا ايدي غسلاها ونضيفه وزي الفل. ابتدي بقى ميكس كله مع بعضه لغايه لما التتبيله دي تخش كويس قوي قوي في الخضار، وتخش الجمبري. اوكي. صدقوني طاجن جمبري يا خرابي على الطعامه. وكمان بقى الجمبري ده من الاسماك اللي بتقدري تلعبي فيها جدا في الوصفات. ان شاء الله هعمله معاكم بكل الطرق ان شاء الله يعني مع بعض. وعامة يعني السمك من انواع الاكل اللي بتعرفي تلعبي فيها، ملهاش قاعدة ثابتة. وكمان الطاجن بيتعمل طاجن بقى السمك بالكريمة ده خطير، ولا البترفلاي لسه قدام هنعمله مع بعض ان شاء الله. اهم حاجه تشجعوني كده بكومنت حلو وبلايك، وتشيروا فيديوهاتي، مش هتتعبوا في حاجه صدقوني، يعني هو لايك كده دوسه بس على زرار هتفرق معايا انا. تمام. هنا بقى ببتدي ارص، حطيت سبت شويه جمبري من تحت وحطيت شويه على الوش. تركايه بقى، ودي بقى بتودي طعم الطاجن ده في الحته تانية خالص. هنا بقى بمسح الطاجن كويس عشان ما يتحرقش مني في الفرن ويعمل ريحه دخنه كده وحشه. ابتدي بقى، انت ممكن تدخليه كده بس يا دوب رشه زيت وخلاص. وانا بقى بحب اعمل له ايه؟ زبده. بصي بقى رشه زبده كده من فوق، يعني حوالي معلقتين كبار. انا عشان عندي مقطعه زبده مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، فبوزعها بقى في كل الطاجن. تخيلوا بقى الزبده دي بتنزل كده على الجمبري وعلى الخضار. وتخيلوا بقى الخضار ده بينزل ميته مع الميه اللي بتنزل من السمك. تخيلوا طعم الصوص اللي بينزل من الطاجن ده بيبقى عامل ازاي.
خطير. هنا بقى حطيت الزبده، ابتدي بقى ارش بشويه بابريكا مدخنه زي ما قلت لكم. بصوا بقى دي بتدي لون كده خطير وبتدي طعم وريحه اللهم بارك تحفه. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وحطوا لايك، ما تنسوش اللايك لو سمحتوا. هنا بقى رشتها، ممكن بتدخليه كده من غير ما تغطيه ومن غير اي حاجه. انا بحب اغطيه بورق فويل او ورق زبده ايا كان اللي موجود، عشان الخضار مع السمك زي ما قلت لكم ينزل لي ميه فيعمل لي صوص كويس، اقدر احطه على الرز نغمزه مع السمكيه كده بشويه عيش براحتنا، يعني بالطريقه اللي انت حابه تاكلي بيها. هنا غطيته بورق فويل، بقول لكم الحته اللمعه اللي في الورق الفويل بتبقى من فوق مش من تحت. تمام. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 190 حسب الحرارة اللي عندك، يعني مش درجة حرارة عالية، درجة حرارة متوسطة. وفي الرف اللي في النص زي ما انتم شايفين، هو هنا مش في النص قوي، هنا في يعني تحت النص بدرجة. بياخد بالظبط تلت ساعة، يعني لو انت عايزه السمك مستوي قوي. بس هو الجمبري لو قعد وقت اطول من تسويته بيديكي عضه كده مش حلوه. فهو ربع ساعه بالظبط بيكون الطاجن ده خلصان. بصوا شكل الجمبرية بقى يعني لذة بقى السمك بقى اتقشر. طبعا انا مش عارفه امسكه لان هو سخن مولع. هنا بقى بوريكم، بصوا الصوص والزبده عامله ايه فيه واللمعه والطعم والريحه. بصوا السمكيه اللهم بارك سواها عامل ازاي مبين من لونها، وخطيره بجد والله خطيره. انا مش عارفه امسكها، رحت حطيتها قطعتها لكم بالمعلقه. بصوا خطير، بصوا بتقطع ازاي. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.